صلاح الدين، وهذه اللقطات الجديدة من حلقة اليوم، ونرى فيها ظهور هذا الوجه الجديد الذي بعدما سلم مضطرا الأمير الصغير المولود إسماعيل ابن السيدة عصمت خاتون المريضة، فعندما سلمه إلى صلاح الدين والمحاربين وهم في طريقهم إلى الشام لتسليم الابن إلى أبيه السلطان نور الدين زنكي، هذا السلطان، فقام هذا الشخصية الجديدة التي تسمى هوتوموش أو شيء من هذا القبيل بالاعتداء عليهم في زي مقنعين، وقام هو بخط إسماعيل وقد قتل الياروكي شر قتلى بضربه بالسيف في صدره. وهنا جاء بإسماعيل إلى السلطان، والسلطان أثناء موته وقال وهو الوحيد جواره: وهذا ممتنع، فأين الأمراء والوزراء؟ لما يكون سلطان في حالة احتضار، كيف أن غريب عن هذه الديار وهو أمير حلب يكون حاضرا هنا ولا يكون الأعوان الخاصين به حضور؟ فلا طبيب ولا مسؤولون عن ذلك. فهذه انتقاد لهذا الموقف. أين كان هؤلاء الوزراء؟ خرجوا. وبعدما تكلم السلطان إلى الأمير أمير حلب وقال بأنه يوصي بالسلطنة لصلاح الدين الأيوبي، لم يكن لهم هذا النبأ، وقال إنه قال كلام غير مفهوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو الصراع الذي نجده في دوائر الحكم في جميع الولايات والبلدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا صلاح الدين يأتي كي يخبره بأنه فقد إسماعيل، ولكن وجد بأن الوجه الجديد يقول له بأن السلطان إسماعيل الصغير موجود، ولا يجوز أن يكون هناك سلطانين للبلاد. فلننظر إن شاء الله تعالى ماذا سيحدث في هذا الموقف وفي هذه الأحوال. فالسلطان عندما كان في القاهرة وقد قال لصلاح الدين بأنه هو من سيكون سلطان بعده، وهو من سيقوم بفتح القدس، وهذه الأحوال والأخبار التي نراها ونعلمها. فإن شاء الله نرى بأن صلاح الدين ما زال ملتزما بولائه إلى السلطان. وهنا يأتي هذا الرجل شقيق صلاح الدين الذي يسمى بوري إلى هنا بعدما راقب التاجر الذي باع المهندس والآخرين. فظهرت هذه الفتاة وقالت له: جئت بك إلى هنا لأريك كيف ترى من تحب يقتل أمامك. هذه المرأة تأتي هكذا صيرة وتتكلم بهذا
الكلام. وما زال بوري أين الكنت الخاص بكم؟ لما أحضرتوني إلى الغرفة الفارغة؟ فهنا ظهرت سيرة وقالت له بأنك سوف تشاهد من تحب يقتل أمامك، أو سأريك هذه الأحوال. وهذا صلاح الدين الأيوبي عندما أتى إلى الشام فوجد المنادى في الشوارع وفي الجوامع يتكلمون عن موت السلطان نور الدين زنكي، وقام الأغلبية بالبكاء والدعاء له بالرحمة وبمغفرة الله عز وجل والجنة. ويقول بأنه لقد توفى إحدى أبطال ميادين الجهاد، وهكذا. ونرى أن الكل حزين ومشتاق لموت السلطان. فيقال بأنه كان رجل عادل وكان يقوم بما يجب عليه، وهكذا هو. وهذا كاراتيكن شقيق زوجته عصمت أم إسماعيل أو أم السلطان الصغير الذي رأيناه في بداية الفيديو، والوجه الجديد يأتي به إلى السلطان. وهنا هذه الأحوال ننتقدها ونقول بأنه من يأخذ طفلا ويمضي به يجب أن يحرسه جيدا. فكيف يخطف الطفل من حوزة صلاح الدين، وكذلك كاراتيكن والياروكي والمحاربين الأشاوس هؤلاء؟ فهذا شيء ينتقد. والياروكي الرجل القوي كيف أن يضرب بهذه المسألة؟ وكيف للعرب التي فيها الطفل مع الخادمة لا يكون عليها حراس؟ ويكتفي صلاح الدين بأن يقول إلى الياروكي اشهد هذا الموقف أو حارب جانب العرب. فهذا مؤسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هم يصعدون الأحداث كي يكون للعمل والمسلسل شوق. وهذا هو بوري، وهو ذاهب إلى مكان ما قال له تاجر العبيد هذا بأن هذه القلعة قوية وحراسها شديدون، وهكذا. بدور تاجر العبيد هذا يسمى بدور، وبدور هذا جاء بهم إلى هنا. وسيرة تخطط كونها ابنة تاجر كبير ولها نفوذ ولها أيدي تعمل تحت امرته. هنا عندما أتى هذا الوجه الجديد بإسماعيل ابن عصمت جاء به وقام بالمجلس هكذا، وأعطى إسماعيل إلى السلطان ووضعه على صدره، وقام بتوصيته بأن يكون السلطان صلاح الدين. هنا يقول له بأن بينما الفاس خيرا هل قال سلطاننا أي شيء؟ يسأله. هنا بيقول أصبحت دولتنا يتيمة، وقال السلطان كلام لم أفهمه. وهنا هذا الخاتم لا أعلم كيف يترك هذا الرجل مع السلطان المريض ويذهب خارجا، فربما يقوم بقتله أو يقوم بأي شيء
لا يحمد عقباه، فهذا منتقد وهذا غريب وهكذا. وهنا عندما أغلق عيناه في وفاته وهو يركض على سرير الموت، ولقد توفى السلطان نور الدين زنكي إحدى السلاطين الكبار. وسوف نرى كيف قال لهذا الرجل وهو وحيد معه بأنه يوصي بالملك إلى صلاح الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يقول له بأن صلاح الدين هو من أوصي بالسلطنة وبالدولة إليه، ويتضايق هذا الرجل وأوصي بترك ابني اللي هو إسماعيل ابن عصمت. هكذا والله أعلى وأعلى. هذا طفل يأتي به هذا الرجل، والرجل الآخر يأتي، وهذه الأحوال والأشياء كما نراها هكذا. وهنا ينظر الطفل إلى من يقال بأنه أبيه، وينظر إلى لحيته وهو يتكلم، وسبحان الخالق سبحان أبدا طوال حياتي ولكني لم أخرجها من قلبي. ويتكلم هذا الكلام ولكن لم يتأثر لنا الفتح. يتكلم عن فتح القدس، ولقد جادلت في سبيل القدس طوال الوقت ليلا ونهارا. وهذه الأحوال والأقوال التي تصدر من السلطان في فراش مرضه. وإن شاء الله سوف نتابع معكم باقي المسلسلات كاملة، المسلسلات تاريخية مثل عثمان ومثل محمد الفاتح. وها نحن نرى صلاح الدين الأيوبي. فأترككم مع قراءة التعليقات ومشاهدة باقي الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.